موجود معانا في البرنامج، بس انا عايزه اتكلم الاول على حضرتك رئيس نادي الاسماعيلي، لكن تدرجت في مناصب لحد ما وصلت لرئيس نادي الاسماعيلي. ايه بقى علشان نقدر نعرف الناس اكتر؟ حضرتك انا اولا عينت في مجلس الاداره سنه 94 دكتور عبد المنعم عماره تعيين، ونهينا الدوره، وفي اول انتخابات دخلت وكيل منتخب ونجحت بالتزكيه وقضينا دورتنا. بس في اخر الفتره كان برضه الموارد الماليه كانت صعبه جدا، كنت شايل هم المشكله كلها لوحدي وزمايلي سابوني، ففضلت ماسك النادي لغايه لما سلمته بايد امينه الاخوان العثمانيين واستلموه، وسافرت بره لان كان عندي ظروف شغل بره، وسلمت النادي وانا رئيس نادي، وكيل نادي منتخب، رئيس نادي قدم استقاله، فرئيس نادي، وفضلت ماسك رئيس نادي حوالي 5 شهور، وانا الوحيد اللي وانا وكيل ولا رئيس جاء مليم واحد للنادي الاسماعيلي زي دلوقتي. فبعد كده احنا دخلت بقايمه فيها 3 سايبين 3 اعضاء لجماهير الاسماعيليه، والقايمه كلها نجحت، والثلاثه اللي جم ما شاء الله ان هم اندمجوا مع مجلس اداره، بقى عندي مجلس اداره محترم، كلهم بيشتغلوا، سمعتهم كويسه، انا بثق فيهم وفخور بيهم. المجلس بقى له حوالي داخل في شهرين تقريبا ابدا، احنا بقى لنا 45 يوم. 45 يوم يعني شهر وحاجه، يعني شهر وحاجه بسيطه. بالظبط. طيب حضرتك طبعا جاي لنا من بره مخصوص، والحمد لله على السلامه، وبنشكر حضرتك انك جيت لنا من بره. بس دايما الكلام اللي بيتقال العميد محمد ابو السعود قاعد من بره بيدير النادي بالريموت مثلا، او انه مش متواجد طول الوقت، ليه؟ حضرتك احنا ال 45 يوم انا قعدت فيهم في الاسماعيليه 30 يوم، يعني 30 يوم قاعد، وانا باخد 10 ايام بره، ده اعمالي وبتفيد النادي على فكره، وبقعد 10 ايام بره و20 يوم داخل النادي. الحاجه الثانيه يعني احنا مش صيع عشان نقعد في النادي طول النهار وطول الليل، النادي ليه اداره، كل واحد واخد اختصاصاته، بنعمل اجتماع مجلس اداره، في الاجتماع بتاع مجلس الاداره بنقول اللي فات بنراجعه، واللي جاي بنحط الادوات بتاعته، عضو مجلس الاداره هيبقى هنا، عضو مجلس الاداره هيبقى هنا، لغايه لما نجتمع تاني بعد 15 يوم، وكل واحد بيقوم بواجبه وبعمله، وكلنا قايمين بعملنا وبواجبنا. انا ليا مهمه محدده في الفتره اللي احنا فيها دي، اللي هي ايجاد موارد ثابته للنادي، وبعدين احنا بنرفع اسم النادي بره وعندنا، وما ينفعش ان انا افضل قاعد في النادي ليل ونهار. النادي ليه مدير تنفيذي موجود بينفذ القرارات بتاعه مجلس الاداره، ومفيش حد بيعمل كده على فكره ابدا، انه ده مش عمل، ده عمل تطوعي. فلو سبت اشغالي هبقى انا راجل فاشل، لازم ابقى ناجح في اشغالي عشان نقدر. وبعدين وانا مع حضرتك ان هو عمل تطوعي، بس يعني لو حضرتك حتى متواجد في النادي ده مش معناه انك انت فاضي، يعني ما هو او زي ما حضرتك قلت يعني لا، يعني ده معناه يعني اهتمام اكثر بالنادي، لكن هو طبعا يعني عملك الخاص حاجه، وده تطوع، عمل تطوعي، فمن المفترض انه ما ياخركش كتير يعني. هو 10 ايام و20 يوم في النادي، هاتي رئيس نادي كده مفيش. على الاقل لو جاي يوم بيغيب يومين، على الاقل جاي يوم بيغيب 3. لا، وهي الاداره مش معناها ان حضرتك تبقى متواجد بنفسك طول الوقت، هي الاداره انك انت تعرف تحط ناس موجوده بتدير دوت وتقدر تشرف عليهم. بالظبط. ومعايا نائب كفاءه عاليه جدا، ومعايا اعضاء مجلس اداره كلهم انا منقيهم كل واحد في تخصصه، وعارفين من الاول ان الفتره اللي انا مش هبقى موجود فيها دي هتبقى موجود فيها ال10 ايام دول فلان وفلان وفلان، وكل واحد واخد دوره. وبعدين انا معاهم على طول فعلا بالتليفون، وهم بياخدوا رايي. ما كل ما اعضاء مجلس الاداره كتير موجودين بره، مش موجودين في غرفه رئيس مجلس الاداره او غرفه اعضاء مجلس الاداره، لكن هم متواجدين بوسيله ما، عبر التليفون، عبر اخذ رايه، عبر اجتماعات مجلس الاداره، عبر العمل اللي احنا مكلفين بيه. كل واحد مكلف بيه، انا مكلف بملف، سبت الرسومات بتاعه مشروع عند الاستشاري، قال لي بعد 10 ايام تعالى خدهم، وفعلا لما رجعت جبنا امبارح الرسومات واستأنفنا عملنا لغايه امبارح. من اول ما جينا اجتماعات الصبح، اجتماعات انا جيت لحضرتك في خدمه النادي الاسماعيلي برضو، وبعدين هنكمل 20 يوم بنعملهم 40 يوم اللي احنا موجودين. هو انا ليه دايما ما بسمعش انه يعني
اعذرني يعني ما بسمعش مهاجمه على مجلس اداره نادي الاسماعيلي، انا بسمع المهاجمه للعميد محمد ابو السعود تحديدا دلوقتي. ليه ما بسمعش المهاجمه على المجلس كله يعني، او المشكله في المجلس كله، انا بسمع المشكله في العميد محمد ابو السعود. ليه؟ انا اللي في الوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما لما هتلاقي رجل الاعمال اللي هو يعني هيبقى معرض للابتزاز، واللي عموما ما فيش في اسماعيليه بيهاجم غير هم 2 أو 3 فقط. ولو حضرتك يعني تواصلتي او مع اي حد تعرفي ان اللي بيهاجموا 2 أو 3 أو 4 لاهداف خاصه. حتى كل اسماعيليه عارفه على فكره، مش انا بس اللي عارف. لما بيلاقوا القلم اللي بيكتب ده هو ده فلان، بيعرفوا ان لسه ما زال العميد محمد لم يخضع للابتزاز. حضرتك مستهدف يعني في الموضوع ده؟ مش، ما هو ابتزاز. العمليه ابتزاز. فانا لما جيت قلت المره دي انا تعرضت للابتزاز المره اللي فاتت لدرجه لوحدي صارف 10 مليون جنيه في النادي في خلال 3 سنوات لوحدي، وكلهم طبعا كنت لسه بتعلم ابتزاز من هنا وابتزاز. دلوقتي انا جاي وهدفي وفي ضمن قراراتي ان انا لن اخضع للابتزاز ابدا، واسماعيليه عارفه مين اللي بيهاجم. طيب خليني اخد كابتن علي غيط، طبعا نجم النادي الاسماعيلي وليه مداخله الحقيقه معانا. كابتن علي اهلا بحضرتك معانا. مساء الخير يا استاذ سماح، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بحضرتك معانا. مساء الخير يا كابتن علي. استاذ العميد محمد، الحمد لله على السلامه. حبيبي الله يسلمك. ونورت بيتك ومدينتك الجميله اللي بتحبك. ربنا يخليك كابتن علي. وانا قصدت طبعا ان انا اعمل مداخله معاك على الهواء، وهي ليس مرتبه لان انا ما كلمتكش من ساعه ما جيت عشان الشكاكين كتير. ايوه هو اول واحد بينصحني لا تخضع للابتزاز. اول واحد صح يا كابتن علي؟ مظبوط يا استاذ العميد. عايز اقول لك على قدام الجميع الجماهير، سير زي ما انت ماشي. الناس كلها عارفه ان انت جاي بحب، الناس عارفه قد ايه احنا تعبنا عشان نجيبك، الناس عارفه ان احنا كنا بنتمنى احد 3 اطراف، المهندس ابراهيم عثمان، الحاج محمد ابو السعود، الحاج احمد موسى. وانا يمكن قلت اعلنت ان في حاله عدم خوض احد ثلاثي الفرسان فانا هخوض الانتخابات، وفعلا سحبت الورق. ولكن باتصال جميل من الحاج محمد انا لقيت ان هو الافيد للنادي الاسماعيلي الان، هو الاحق بادارته الان، لان هو هيبقى في الفتره دي افيد مني بكتير. كان تنازلي للحاج محمد، والحمد لله رب العالمين ان اختياره كان لمجموعه متناسقه ومتوائمه جدا. كثيرا من جماهير النادي الاسماعيلي تمنت العثمانيين وتمنت الحاج محمد بن سعود، واعتقد ان ده انتصار لجماهير النادي الاسماعيلي. مش عايزك يا حاج محمد تبص وراك، مش عايزك تبص لحد ممكن يعطلك على الحلم الجميل اللي كلنا بنحلمه معاه. عندنا مشاكل كتيره جدا، مش محتاجين حد يشدك لورا، احنا كلنا في ظهرك. وكل اللي بيحبوك وبيحبوا النادي الاسماعيلي وكثيرون جدا، يمكن انت بتقول اللي بيهاجم 3 أو 4، انا كده ازعل منك ان انت بتذكرهم من الاصل. يعني 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 أو 100 دول لا تمثل اي شيء بالنسبه للنادي الاسماعيلي. الفتره عصيبه جدا، مفيش اي نشاط، مفيش اي حاجه تساعدك على ان انت تدخل للنادي اي مبالغ، لا في بث ولا في اذاعه مباريات ولا في نشاط ولا في اي حاجه. عمليه هدامه جدا. يعني انتوا جيتوا في وقت صعب جدا، جيتوا في وقت البلد فيها شبه الرياضه بتنهار. اتمنى ان انت تتماسك انت ومجلسك، واتمنى الناس خفافيه الظلام اللي بتشتغل في الظلمه، مش على النادي الاسماعيلي بس، اللي بيشتغلوا على مصر في الرياضه. الرياضه المصريه لن تموت، الكره لن تموت، الفن لن يموت، مصر باقيه، مفيش حد هينال منها. واعتقد الرساله وصلت. نحن الرياضيين والفنانين والمثقفين لن نسمح برجوع مصر للخلف. مصر ستسير وستظل مصر دائما فوق الجميع. ارجو ان رسالتي توصل ومنور الدنيا. وصلت اكيد كابتن علي. بشكر حضرتك على مداخلتك ووجودك معانا. شكرا ليك.
يعني كابتن علي يعني كان محضر لك خطبه يعني حاجه من الخطابه كده. والله انا كنت بتمنى ان هو بالذات يخش، لان هو اللي عمال، هو من الاول وانا بتكلم معاه ان هو كان عايز يخش. فقلت له علي انا كلمت المهندس ابراهيم عثمان واحنا الاثنين هنبقى متواجدين في النادي. قال لي خلاص ده اللي انا عايزه، لان هو كان اعلن كده. فاول حاجه قالها لي، قال لي بس اهم حاجه لا تخضعوا لابتزاز المجموعه اللي هتحاول تبتزكم. كان ده وانا الحمد لله ما عملتش كده. هي المجموعه دي قاعده تبتز اي حد ولا ايه يعني؟ مجموعه بالظبط، وبدليل يعني طالما هي موضوع مجموعه معروفه، طيب امال سايبينها ليه؟ لا الاسماعيليه عارفاهم، بس واحد بيجي يقول لك انا رايح للاعلام عشان اتكلم، بيكتب في الجرايد عنده قلم، وانا هتقدم شكوى فيهم برضه لان هم 2 3 ما يزيدوش عن كده، وصوتهم مش مسموع في اسماعيليه. ده نبض جماهير نادي اسماعيليه، ولو سالت اي حد، لو دخلت اي حد هيقدر يرد الرد اللي رده الكابتن علي. اسماعيليه كلها احنا بنحبهم وهم بيحبونا، احنا مكتسحين الانتخابات. مش معقوله الجمعيه العموميه كلها والحب اللي احنا شفناه من الاسماعيليه ده هيضيعوا 2 أو 3. احنا ضدهم وهنكشفهم، وشعب اسماعيليه يكشفهم، وهيتعرضوا لمشاكل الفتره الجايه لو هاجموا النادي. يهاجمونا انا معلش، انما يهاجموا النادي عشان تهد النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كيان كبير وهنتصدى لهم وهناخد اجراءات قانونيه ضدهم. كابتن علي